السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال أولى إعدادي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله نحل مع بعض أسئلة عامة على الوحدة الأولى. بنحل من كتاب المراجعة صفحة 24. يا ريت قبل ما نبدأ اللايك والكومنت واشتراك لو لسه جديد معانا. ونقول مع بعض أول سؤال: الخريطة. أمامك خريطة لقارة إفريقيا، اكتب مدلول الأرقام عليها. رقم 1 هنا دائرة عرض مدار السرطان. رقم 2 خط الطول الرئيسي جرينتش. رقم 3 هنا مضيق موزمبيق. 4 هنا هضبة شمال إفريقيا. 5 هضبة البحيرات الاستوائية. أما 6 في الجنوب الهضبة الجنوبية. و7 مسطح مائي ده خليج عدن. 8 هنا في الجنوب الغربي جبال الكاب. أما 9 في الشمال الغربي جبال أطلس. أما 10 على ساحل البحر الأحمر يبقى جبال البحر الأحمر. 11 هنا بص أنا عندي 11 و12. 11 فوق شوية يبقى كينيا، و12 كليمانجارو. 13 في الجنوب الشرقي دي جبال دراكنزبرج. 14 جبل بص معايا كده هو في جنوب مصر اللي هو مشترك مع الحدود مع 3 دول مصر وليبيا وكمان السودان، يبقى ده جبل العوينات. 15 قمة جبل ودي موجودة في أطلس يبقى جبل طبقال. أما 16 قمة جبل موجودة في جبال البحر الأحمر يبقى شايب البنات. 17 واحة ودي موجودة في مصر يبقى واحة سيوة. أما لو ناحية الغرب شوية يبقى واحة الجوف اللي موجودة في ليبيا. 18 هنا أكبر جزيرة في إفريقيا دي جزيرة مدغشقر. أمامك خريطة لدول حوض النيل. رقم 1 دائرة عرض ودي عند البحيرات الاستوائية دي دائرة عرض الاستواء. أما عندي رقم 2 اللي موجودة ناحية البحر الأحمر كده فوق شوية يبقى دي هضبة الحبشة. والبحيرة اللي موجودة في البحيرات الاستوائية بحيرة فيكتوريا. 4 نهر وده الرافد اللي في الغرب اللي بيصب في بحيرة فيكتوريا ده نهر كاجيرا. أما 5 اللي بيلتقي ببحر الجبل ده نهر الصوبات. 6 هنا النيل اللي بينتهي في آخره بحيرة تانا ده النيل الأزرق. 7 هنا اللي فوق النيل الأزرق ده نهر عطبرة. رقم 8 تحت السودان يبقى دولة جنوب السودان. 9 خزان وده عندي في السودان هنا تمام موجود على النيل الأبيض يبقى خزان جبل الأولياء. 10 هنا سد موجود على النيل الأزرق يبقى سد صنار. أما السد 11 اللي موجود عندي في دولة أوغندا يبقى أوين. رقم 12 عندي موجودة في الشمال عندي في مصر يبقى الحضارة المصرية القديمة. رقم 13 هنا موجودة في السودان أو في شمال السودان يبقى حضارة كوش. أما الحضارة رقم 14 اللي موجودة عندي في الشرق في إريتريا وإثيوبيا حضارة أكسون. الخريطة اللي بعد كده بيقول لنا أكبر قارات العالم طبعا آسيا ودي رقم 2. الموقع الاستراتيجي اللي ساهم في الاتصال بين آسيا وبين أفريقيا بريا تمام يحمل رقم كام؟ طبعا ايه نقطة الاتصال؟ هي شبه جزيرة سيناء ودي رقم 1. المحيط الذي يحد إفريقيا من جهة الشرق طبعا المحيط الهندي اللي هو رقم 7. هو عايز أرقام مش أسامي لأن أنا نسيت وكتبت اسم. البحر الذي يتوسط قارات العالم القديم اللي هم آسيا وأوروبا وإفريقيا في النص هو البحر المتوسط يبقى رقم 3. الخريطة اللي بعد كده بيقول لنا دائرة عرض رئيسية ده رقم 1 هنا في الجنوب يبقى مدار الجدي. أما رقم 2 ده المحيط الأطلنطي. ورقم 3 البحر الأحمر. أما 4 مصر. و5 في الشمال مضيق جبل طارق. أما 6 مضيق باب المندب. 7 هنا في الشمال قناة السويس. 8 في الشمال أو على ساحل شمال إفريقيا حضارة قرطاج. 9 جزر القمر. استعن بالخريطة الآتية أو بالخريطتين في اختيار الإجابة. تفصل قارة إفريقيا عن أصغر قارات العالم القديم تحديدا اللي هي أوروبا يبقى بيفصلهم عن بعض البحر المتوسط
يمر مدار السرطان بالعديد من الدول العربية، بس في دولة من دول مش بيعدي فيها، أكيد موجودة، هي فين؟ في الجنوب طبعا، ليبيا والجزائر وموريتانيا في الشمال. يبقى مين اللي تحت؟ هي السودان. تطل دولة نيجيريا على ايه؟ طيب لو بصينا على نيجيريا كده اهي، يبقى بتطل على خليج غينيا. الممر المائي الذي تقترب عنده دولة المغرب من قارة أوروبا هو مضيق جبل طارق في الشمال. تنتشر الدول الحبيسة في إفريقيا، ومنها دولة، طبعا لو بصيت الدول دي المغرب ونيجيريا وموريتانيا كلهم مطلين على سواحل، تمام، ما عدا دولة تشاد هي اللي دولة حبيسة. من الدول الحبيسة والتي تقع بالكامل في نصف الكرة الجنوبي، لو بصيت على كل دول هتلاقي هي دولة زامبيا هي اللي موجودة فين؟ في الجنوب. أقرب الظواهر التضاريسية لمضيق جبل طارق في الشمال فوق يبقى هو جبال أطلس. أي من المظاهر التضاريسية التالية توجد في دولة جنوب إفريقيا؟ يبقى في الجنوب يبقى هي جبل الكاب أو جبال الكاب. توجد الجبال الالتوائية بالقرب من الجبال البركانية بقارة إفريقيا، ده في دولة إيه؟ طبعا احنا جبال بركانية قلنا كينيا، كليمنجارو، وكمان دراكنزبرج. يبقى دولة إيه بقى اللي فيها الاتنين جبال التوائية وكمان بركانية؟ يبقى في الجنوب هتلاقي دولة جنوب إفريقيا فيها جبال دراكنزبرج دي بركانية، وفيها كمان جبال الكاب التوائية. من الدول البحرية اللي بتشترك في المنابع الدائمة يبقى أكيد موجودة عند دائرة الاستواء كده هي دولة كينيا. أكمل العبارات الآتية. تأتي قارة إفريقيا في المرتبة الثانية من حيث المساحة، ده بعد مين اللي هي أول واحدة؟ طبعا آسيا. تقع قارة إفريقيا إلى الشرق من المحيط إيه؟ يعني هنا ركز في السؤال، هو مش بيقولك إيه اللي شرق إفريقيا، هي شرق المحيط إيه؟ نقول المحيط الأطلنطي. ليه بقى؟ لأن لو أنت في الأطلنطي كده بتلاقي في الشرق يعني على إيدك اليمين إفريقيا. تشرف إفريقيا على ممر استراتيجي يقع في نصف الكرة الأرضية الغربي، ألا وهو مضيق جبل طارق، هو اللي ناحية الغرب. اوعى تقول قناة السويس أو باب المندب. وصل المصريون القدماء للسودان وبعض دول شرق إفريقيا، وامتد التأثير الحضاري لفين بقى؟ إلى غرب إفريقيا والمنابع الاستوائية. تعددت الممالك الإسلامية على السواحل الشرقية وامتدت إلى هضبة البحيرات الاستوائية. تقع هضبة إيه في وسط قارة إفريقيا وبتمر فيها دائرة الاستواء، يبقى برضه هضبة البحيرات الاستوائية. ارتبط بالأخدود الإفريقي العظيم ظهور مسطح مائي. مسطح مائي هنا بيقصد البحر الأحمر، ده جهة الشرق. تمتد جبال البحر الأحمر في 3 دول، عشان كده هي شبه جبال أطلس لأنها برضه بتمتد في 3 دول. يشبه جبل كليمنجارو في تكويناته البركانية تلك التكوينات السائدة في هضبة إيه؟ يبقى هضبة بركانية، يبقى اللي هي هضبة الحبشة. تربط مصر الطينية شديدة الخصوبة بالرواسب النهرية، دي جايلنا منين برضو؟ من هضبة الحبشة. صديق السهول الساحلية في بلاد المغرب لذلك فهي تشبه، احنا قلنا السهول الساحلية اللي هو قصده أطلس بتشبه السهول بتاعة البحر الأحمر عشان هما الاتنين بتقترب منهم ايه؟ الجبال. تتسع السهول الساحلية المطلة على المحيط الهندي في دولة تنزانيا. أما لو قالك تضيق يبقى كينيا. ينبع نهر النيل من وسط وشرق إفريقيا حتى يصل إلى مصبه، بيصب فين؟ في البحر المتوسط. أكثر الدول التي اهتمت بعقد اتفاقيات لتنظيم وإدارة مياه النيل طبعا مصر. أسس الفينيقيين مدينة قرطاج لتأمين رحلتهم التجارية من فينيقيا لحد فين؟ إسبانيا. اختر الإجابة الصحيحة. يحد قارة إفريقيا من الغرب المحيط الأطلنطي. تقع قارة إفريقيا إلى الجنوب من، يعني هي بالنسبة لإيه؟ هي تحت طبعا بالنسبة للبحر المتوسط، هي تحت. أي من الممرات المائية التالية تتحكم فيه الدولة المصرية؟ طبعا حاجة بتاعتنا لوحدنا، يبقى قناة السويس. تم رسم خريطة للنيل حتى جنوب السودان، ده في عهد طبعا محمد علي باشا. من أوائل الرحالة العرب الذين زاروا قارة إفريقيا وكتبوا عنها، ده طبعا المسعودي. بدأ البرتغاليون محاولتهم لاكتشاف إفريقيا خلال عهد طبعا هنري الملاح. بدأ تأسيس مجموعة من المواني لتأمين التجارة والملاحة على طول طريق رأس الرجاء الصالح، ده كان على إيد البرتغاليين.
المسطح المائي الذي تنحدر إليه أكبر هضاب إفريقيا مساحة، وهنا بيقصد هضبة شمال إفريقيا اللي هي الأكبر مساحة مش الأكبر ارتفاعا، هو البحر المتوسط. يوجد على الحدود بين مصر وليبيا والسودان الجبل المشترك بين الثلاث دول هو العوينات. تتعدد الواحات الصالحة للزراعة في الصحراء الكبرى ومنها سيوة، ودي موجودة في مصر. أعلى هضاب إفريقيا هي هضبة الحبشة. الهضبة التي تمد نهر النيل بالمياه الموسمية وخصوبة التربة كمان برضو هي هضبة الحبشة. هضبة إفريقية تسقط عليها الأمطار طول العام وتعلوها القمم الجبلية البركانية، دي البحيرات الاستوائية بدل طول العام. الظاهرة التضاريسية التي تمر شرق الهضبة الجنوبية والبحر الأحمر جزء منها، ده الأخدود الإفريقي العظيم. من الجبال الالتوائية اللي موجودة في إفريقيا طبعا البحر الأحمر انكسارية وكلمنجارو كينيا بركانية، أما الالتوائية هي عندي أطلس، ولو مش أطلس تبقى موجودة في الجنوب هي جبال الكاب. أعلى قمة جبلية في سلاسل جبال أطلس قصده هنا على طبقال، يبقى موجودة في دولة المغرب. من الجبال البركانية الموجودة أقصى جنوب شرق يبقى تحت على إيدك اليمين هو جبل دراكنزبرج. تضيق السهول الساحلية في بعض الدول ومنها كينيا، وقلنا لو تتسع تبقى تنزانيا. تقع أكبر الجزر الإفريقية من حيث المساحة، هنا بيقصد مدغشقر ودي موجودة في المحيط الهندي. إحدى دول منابع النيل ونشأ بها حضارة إفريقية قديمة، هنا بيقصد منابع يبقى عندي يا استوائية يا موسمية. طيب الاستوائية مفيش عندنا فيها حضارات، بس في موجودة في الموسمية اللي هي اثيوبيا موجود فيها حضارة أكسوم، يبقى اثيوبيا دي في الاختيارات. بدراستك لمنابع النيل وامتداده نحو المصب نستنتج أن انحداره العام، احنا دايما المية بتيجي من العالي للواطي، يبقى نهر النيل جاي منين؟ جاي من الجنوب نحو الشمال. البحيرة التي تعد ثاني أكبر البحيرات العذبة في العالم هي بحيرة فيكتوريا. أي من الأنهار الآتية ينتمي للمنابع الدائمة؟ يبقى نهر كاجيرا اللي هو الرافد بتاع بحيرة فيكتوريا، الرافد الذي يلتقي ببحر الجبل فيساعده على الجريان نحو الشمال نهر الصوبات. قامت مصر بإنشاء خزان سنار على النيل الأزرق، ده طبعا في السودان. من المشروعات التي أقيمت على نهر النيل في منطقة المنابع الدائمة يبقى مثلا زي أوغندا كده يبقى سد أوين. ظهرت حضارة أكسوم بالمنطقة اللي توجد بها حاليا دولتي إثيوبيا وكمان إريتريا. حضارة نشأت على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، يعني تحت البحر المتوسط كده، دي حضارة قرطاج. يرجع الفضل في تأسيس قرطاج طبعا الفينيقيين. معظم حضارات إفريقيا حضارات زراعية ويخرج عنها، يبقى لو لاحظت الحضارة المصرية القديمة حضارة كوش أكسوم التلاتة حضارة زراعية قائمة على نهر النيل وروافده، أما اللي ملهاش علاقة بالزراعة هي حضارة قرطاج لأن النشاط بتاعها الأساسي كان نشاط تجاري. صح أو خطأ مع التصويب. يحد البحر المتوسط إفريقيا من جهة الشمال صح. اليابس الإفريقي من اليابس الأوروبي عند مضيق جبل طارق برضو صح. تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي من إفريقيا صح. البحر الأحمر المسطح المائي الذي تصل إليه سفينة بعد عبورها قناة السويس متجهة ناحية الشمال، لا طبعا، لأن لو أنت في قناة السويس متجه للشمال كده هتدخل في البحر المتوسط. تتنوع النباتات الطبيعية داخل قارة إفريقيا صح. تعرضت شعوب إفريقيا للاستعمار من قبل دول قارة أوروبا صح. تبذل مصر جهود مكثفة لتعميق العلاقات المصرية الإفريقية صح. تقع هضبة الحبشة غرب إفريقيا غلط لأنها موجودة في الشرق. تتميز هضبة الحبشة بخصوبة أراضيها صح. تنحدر الهضبة الجنوبية بشدة نحو المحيط الأطلنطي، هي بتنحدر ناحية الشرق، يبقى كده هتنحدر لمين؟ للمحيط الهندي. تظهر الجبال الالتوائية في أقصى جنوب قارة إفريقيا صح زي جبال الكاب. توجد هضبة الشطوط في دولة المغرب، لا طبقال هي اللي في المغرب تمام، أما الشطوط دي موجودة في الجزائر. تمتد جبال البحر الأحمر في 3 دول عربية غلط تمام، بتمتد في 3 دول لكن غير عربية، لأن عندي مصر والسودان عربية والدولة الثالثة إريتريا غير عربية. يعد جبل شايب البنات أعلى قمة جبلية في سلسلة جبال البحر الأحمر صح. تكونت جبال كينيا وكلمنجارو نتيجة الثورانات البركانية صح.
تقع سهول البحر الأحمر شرق إريتريا، صح. كانت السودان هي صاحبة فكرة إنشاء تجمع يضم دول حوض النيل، غلط، لأن صاحبة الفكرة هي مصر. تقع بحيرة فيكتوريا فوق أراضي هضبة البحيرات الاستوائية، صح. تصل لمصر كميات كبيرة من مياه هضبة البحيرات الاستوائية عبر النيل، غلط، لأن احنا بيوصل لنا كميات قليلة. وأكيد طبعا انت عارف ليه، بسبب زيادة المستنقعات أو كثرة المستنقعات وزيادة البخر أو التبخر. يصب نهر الصوبات في بحيرة فيكتوريا، غلط، لأن اللي بيصب في بحيرة فيكتوريا هو كاجيرا. تسقط الأمطار بغزارة في الصيف على دولة إثيوبيا، صح، لأنها طبعا أمطار موسمية. يعتبر رافد الصوبات آخر روافد نهر النيل اللي بتمده بالمياه صيفا، لا، آخر رافد هو عطبرة. اهتمت منظمة الأمم المتحدة بتنظيم استخدام مياه الأنهار وتنميتها، اللي هي الاتفاقية بتاعتها، يبقى صح. تحملت مصر تكاليف إنشاء خزان جبل الأولياء في السودان، صح. قامت مصر بإنشاء خزان صنار على النيل الأزرق، برضو صح. ساهمت مصر في حفر آبار مياه في كينيا، صح. ساهمت مصر في إنشاء مركز بحوث مائية في تنزانيا، برضو صح. نشأت حضارة كوش في أراضي دولة تونس، غلط، هنشيل تونس ونعملها السودان. انتشرت عند حضارة كوش عبادة الإله آمون لأنهم خدوها مننا، يبقى صح. ظهرت حضارة قرطاج في شرق إفريقيا، غلط، هنشيل شرق ونعملها شمال. ممكن تشيل قرطاج وتعملها حضارة أكسوم، هي اللي موجودة في الشرق. تعد حضارة أكسوم أقرب الحضارات الإفريقية للحضارة المصرية من حيث الموقع، غلط، لأن أقرب حد لينا كانت حضارة كوش. نشأت مدينة قرطاج لتحقيق أهداف تجارية، صح. كده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، هنقف لحد هنا ونكمل إن شاء الله في فيديو تاني. لو ليك أي سؤال سيبولي في الكومنتات، متنساش لايك، كومنت والاشتراك لو لسه جديد معانا، وأشوفكم على خير.